المغرب يرد باتزان في أول تعليق رسمي على مقتل شابين مغربيين برصاص خفر السواحل الجزائرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تدعمونا لايك كومنت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل ما هو ترند. لقى شابان مغربيان مصرعهما مساء الثلاث في ظروف غامضة بعدما كان يمارسان الرياضة المائية على متن دراجة من نوع جيت سكي بشاطئ السعدية. وحسب المعطيات المتوفرة فإن الهالكين الذين يحملان الجنسية المغربية والفرنسية كانا قد دخلا رفقة آخرين خطأ إلى المياه التابعة للجزائر على مستوى مرسى بن مهيدي ليتعرضا لإطلاق نار من قبل حرس الحدود الجزائري، حيث انطلق الشابان من الميناء الترفيهي للسعدية في رحلة على متن دراجات جيتسيكي نحو منطقة رأس الماء التابعة لإقليم الناظور، غير أنه في طريق عودتهم نحو السعدية ظلوا مسارهم ودخلوا المياه الجزائرية. وعلق الناطق الرسمي باسم الحكومة في سؤال صحفي وجه إليه بخصوص الحادث ضمن الندوة الصحفية المنظمة في أعقاب المجلس الحكومي أن هذه الواقعة تدخل في اختصاص القضاء دون أن يقدم أي إضافات في الموضوع. من جانبه اعتبر المحامي محمد الغلوسي أن قتل شابان عزال بدم بارد دون أن يشكلوا أي خطر على أحد هو فعل مدان وجريمة متكاملة الأركان، ويبدو أن عسكر الجزائر كما يقال بالدراجة على الكرس ينتظر أي فرصة لتأجيج الأوضاع وجر المنطقة إلى التوتر غير مبال بما يشكله ذلك من تهديد لأمن وطمأنينة الشعوب المغربية التي تتطلع إلى بناء فضاء مغاربي ديمقراطي متعدد ومتكامل يساهم في رخاء وازدهار تلك الشعوب. ولذلك يضيف محمد الغلوسي على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: يجب أن لا ننساق وراء أي ردود أفعال يمكنها أن تشكل ذريعة لتأزيم الأوضاع، ولكن في نفس الوقت لا يجب أن يمر هذا الفعل دون عقاب، وذلك بسلوك المساطر القانونية الدولية لمحاسبة مرتكبي هذا الفعل الشنيع. وكانت تقارير قد أكدت استقبال المستشفى الإقليمي ببركان جثتين فيما لم يظهر أي أثر اثنين آخرين، هذا في الوقت الذي يجري فيه التحقيق من طرف عناصر الدرك الملكي بالسعدية وبركان في الواقعة بأمر من النيابة العامة المختصة. وبكده وصلنا لنهاية الفيديو مع حضراتكم، مع السلامة.